سلام. هنعمل النهاردة أحلى طاسة كبدة على طريقتي، وكمان هنعمل من طاسة الكبدة دي أحلى فخار كبدة بالكريمة. بجد يا جماعة أنا أول مرة أعملها واتفاجئت من طعمها حلو جدا. يلا بينا على المقادير. حلة على النار وهنحط فيها مية وشوية ملح وشوية زيت، وهناخد مقدار الفخار بس مكرونة وهننزلها في المية لما المية تغلي. وهنا كانت المكرونة اتسلقت. ويلا بينا طاستك الحلوة، شوية سمنة وشوية زيت، وهنكون طبعا منضفين الكبدة ومقطعينها صغير وننزلها في الزيت والسمنة اول ما يسخنوا، وننزل عليهم الثوم وكمان البهارات اللي انا هكتبها لكم في الكابشن. واضافة من عندي قطعت بصلاية جوليان و3 قرون فلفل حامي، وريحتها كانت قلب الدنيا، اقسم بالله يا جماعة كانت قلب الدنيا. وهنا هنجهز للطاجن. هنحط 3-4 معالق من الكبدة اللي استوت كويس جدا ونضيفها في الطاجن، ومقدار تقريبا 4 أو 5 معالق كبار من الكريمة، وعليها شوية جبنة موتزاريلا على الوش، وهنزين الوش بشوية زعتر، وهندخلها الاير فراير تاخد وش زي ما انتوا شايفين كده. مش هتاخد كتير، بالكتير بالظبط 10 دقايق. هنا كانت اخدت الوش التحفة ده، والريحة والطعم والله العظيم ولا غلطة ولا غلطة. لازم تجربوها على الطريقة دي، طريقة جديدة ومبتكرة، وقولولي رأيكم. ما تنسوش الفولو واللايك وسبسكرايب، واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.